عام 2003 لم يخسر الجيش العراقي في حربه فقط، بل خسر العراق جيشه كاملا عندما أصدر الحاكم المدني بول بريمر قرارا بحله وإعادة تشكيله من جديد. ولكن ما هو تاريخ هذا الجيش ولماذا عمد الأمريكيون إلى حله مباشرة؟ عام 1921 تأسست أولى وحدات القوات المسلحة العراقية في بغداد. بدت هذه المنظومة العسكرية تحظى باهتمام واسع، وبرز ذلك من خلال معارك كثيرة بدأت بأحداث مايس عام 1941 عندما قامت القوات البريطانية بعملية إنزال دون موافقة الحكومة العراقية، ثم عام 1948 في فلسطين ضد القوات الإسرائيلية، وكذلك في حرب أكتوبر عام 1973. ظل الجندي العراقي حتى 2003 يلقب بأبو خليل، إشارة إلى معارك الجيش في مدينة الخليل الفلسطينية. عام